احمد علي، محمد سمير، احمد عبد العزيز مودي، فتحي مبروك اللي بيلعب ظهير ايسر. هنتابع الهجمه دي الاول لان فيها هجمه وفيها محاوله بسمعه الفريقين. انطلاقه عمر جمال، عمر جمال واحد ضد واحد، يقدر يفوت لانه لاعب صاحب مهاره، يوسع لنفسه ويسدد وكوره تعمل باند وركنيه تاني. واحد طبعا مدرسه الاسماعيليه الدراويش. انطلاقه مره واثنين، كريم مصطفى يلحق ويعمل الاوفر ويلعب الاوفر واستلام هنا كالوشا المندفع، يقدر يعمل الاوفر من هنا، عمل الاوفر الجميل والكساب وخطيره. ممكن هنا ممكن يسدد في المرمى، رايحه وهي لانه مميز علي رابو. هنا يبقى فتحي مبروك هيلعب الكوره العرضيه، يلعبها عرضيه وخطيره هنا. نعناش يعني بان هم بيلعبوا بكثافه وجرأه هجوميه، مفيش تسلل هنا. احمد ابراهيم حسن يا ولد العيب في المرمى، يا راجل دي صدق ان بعد 6 ماتشات في المباراه رقم 6 نتابع الهجمه خطيره عرضيه خالد الكساب ورأسياته عشان نقدر الوصول يبقى اسرع. ادي يوسف حسن يسيب الكره عند الاخميمي عاوز يسدد في المرمى لكن سهله ضعيفه. شوف احمد عبد العال بيلعب ويتحرك كله من لمسه واحده. يا ولد هجمه جميله منظمه محلويه. مصطفى كالوشا يجرب واحده والكوره باللون الاصفر او بالعنوان السماوي. انطلاقه خطيره احمد علي العرضيه والسانده عند كريم في المرمى. اصحاب الدار في كوره كانت في اجمل كوره في هذا الحوار الجميل. بص شوف هنا العرضيه، هنا السانده عمل الباك باس هنا بشكل رائع جدا اكتر من يوسف حسن شويه. انطلاقه هنا من احمد علي تعدي الكوره خطيره وكريم مصطفى ولسه هيلم يا راجل مش ممكن الكورة. لكن المقاولين لما بيهاجم تشعر بالخطوره. هنا احمد علي يلعب كوره عاليه عدت عند كريم مصطفى، حط الكوره بينيه واداء جميل. كوره هنا في غفله من مدافعي نادي غزل المحله، عرضيه وخطيره وتمشي كوره. ممكن هنا يسدد احمد علي لكن يسدد فين يا راجل؟ ده سدد في الجبل. احمد علي يتخطى واحد والتاني، ربط مع كريم مصطفى، رجع للزحمه تاني يوسع. ده كلام منطقي. اتحطت الكوره خطيره، هجمه واعده. ابو شعيش على العرضيه، ممكن زيكا مش ممكن يا راجل. محمد زيكا ايه الهجمه دي؟ ايه الهجمه؟ ايه ده؟ ايه الجمال وايه الكوره واجمل كوره واجمل هجمه وكله تمرير رائع. واحد ضد واحد، هجمه خطيره. يتحرك هنا من اللاعب رمضان ربيع، عمل اوفرلاب وسدد في المرمى لكن تسديده وكان بالامكان